ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اللي كانت بتسألني على المكنة بتجري منها وهي بتشتغل ومش بتعرف ان هي تتحكم فيها، فانا هقولك حاجة. بصي المسمار ده الدواس بتاع المكنة. خلاص، هتشوفي المسمار ده انت بتتحكمي فيه، يا اما ترفعيه كده فلما تيجي تضغطي اهو هتتحكمي فيها، لكن لما تبقي منزلاه خالص هتجري منك، فانت ارفعي المسمار ده شويه. خلاص، انا قلت اوريهولك في الفيديو عشان تفهميه اكتر بدل ما اقولك كتابه. اهو ترفعي المسمار ده هتلاقيها ايه، شوفي ما بتنزلش معاكي للاخر، فالقماش مش هيجري منك وانت بتشتغلي عليها. فانا حبيت اقولك الفكره عشان انت وغيرك يستفيد منها. فانت تحكمك كله من الدواسه دي، دواسه الرجل دي، ده تحكمك كله فيه. لو انت فعلا قصدك على المكن المنزلي فهو ده السر في المسمار ده. ممكن يكون عندك ما بيطلعش مثلا او مصدي، حاولي تجيبي الزيت بتاع المكنه وتزيتيه. هتزيتيه منين؟ من تحت، من هنا كده. هتحطي نقطة زيت هنا كده وتحاولي تعملي فيه. لو مثلا الدواس بتاعك قديم وصدى من الوقت مثلا وانت راكناه، هتحاولي تحطي نقطة زيت هنا. ويا ريت لو عندك سرنجة اللي هي الحقنة، بتشيلي السن منها، او حتى لو بالسن عادي هتسحبي شوية زيت من الزيت اللي عندك بتاع المكنة وهتزيتيها من هنا كده. خلاص، هتلاقيه بيشتغل معاكي وبيلف معاكي كده، بدل ما هو كان جامد وما بينزلش ولا بيطلع. فانتي ده المسمار اللي بيخليكي تتحكمي في مستوى سرعة المكنة بتاعتك. خلاص اهو انا قلت اعملهولك عملي علشان تبقي عارفة منه اكتر. واللي كانت بتقول برضو مش عارفة تفتح دي، بصي الغطا ده بيتشال بكل سهولة. الغطا اللي تحت ده بيتشال بكل سهولة. من الجنب من هنا كده هتجيبي مفك او سكينة وهتقومي شداها، هتقومي شدة من هنا كده كده، هتطلع معاكي على طول بكل سهولة. وهتشوفي العيب اللي مثلا اللي اذا كان فيها مثلا عيب من جوه ولا حاجة، بتشوفيه من جوه، انتي هتشوفيه وهتلاحظيه. هتلاقي مكانه مثلا متغير او حاجة، فهتعرفي ان العيب من كله من الدواسة بتاعت الرجلين. فلو مكان صناعي طبعا بيختلف عن المكان المنزلي، فهو العيب كله هتعرفيه من الدواس في المسمار ده. اهو شوفي، اهو شوفي، هتلاقي نفسك بتوصلي يعني بتتأخري في السرعة شوية، لكن لما يبقى المسمار نازل تحت خالص كده اهو، ما ينزل تحت خالص، طول ما انت بتبرمي فيه هينزل الدواس، هينزل معاكي اسرع. هتوصلي للنهاية هنا بسرعة. يعني تلاقي رجلك ذات نفسها حتى لو انت مش عارفة تتحكمي فيها في السرعة، هتلاقي رجلك غصب عنك بتتكي عليها جامد، فهتخلي القماش يجري معاكي اسرع، فمش هتعرفي تتحكمي فيه وان انت تمسكيه وتخيطي بالراحة. وبالذات لو انت فعلا جايباها جديدة، يعني انت لسه مبتدئة فيها، هتبقى صعبة عليكي ان انت تعملي بسرعة، هتبقى عايزة تعملي واحدة واحدة علشان الخياطة ما تجريش منك وتبقي عارفة ازاي تتحكمي في القماش بتاعك. فانت هتعملي زي ما انا قلتلك، تشوفي المسمار ده معرفتيش تعمليه، بكتب في الكومنتات وانا اقولك على طريقة تانية ازاي تفكيه من الدواس من تحت هنا. خلاص، يا رب اكون فدتك، واي حد عنده استفسار عن الدواس ده يكتب وانا ان شاء الله هرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.